عايز تبقى من الناس اللي دماغها شغالة، طاقتها عالية، وبتعرف تسيطر على يومها؟ ببساطة، بص على أول ساعة في يومك. الناس القوية فعلا بتبدأ يومها بشكل مختلف، مش صدفة. أول حاجة، ما بيمسكوش الموبايل أول ما يصحوا ليه، لأن أول 10 دقايق بيبرمجوا دماغك لباقي اليوم. لو بدأت سكرولينج يومك كله هيبقى تايه. تاني عادة، بيتحركوا حتى لو 5 دقايق. تمرين بسيط، مش لازم جيم. جسمك يصحى، دمك يجري، والمخ يفتح. تالت حاجة، بيشربوا مية أول ما يصحوا بعد ساعات نوم. جسمك شبه ناشف. أول كوباية مية تساوي أول جرعة طاقة حقيقية. بعد كده بيحددوا أول أولوية في يومهم، مش تو-دو ليست فيها 20 حاجة، لأ، حاجة واحدة مهمة. لو خلصها يبقى اليوم كسب. وأقوى عادة على الإطلاق، بيبدأوا يومهم بحاجة بسيطة يقدروا يتحكموا فيها: سريرهم، ملابسهم، روتين ثابت. ليه؟ لأنك لما تبدأ يومك بتحكم. لأنك لما تبدأ يومك بتحكم، بتفضل مسيطر. عايز تبقى قوي؟ ابدأ يومك زي الأقوياء. مش لازم تقلده 100%. ابدأ بعادة واحدة وخليها تجر الباقي.